نظم الصندوق المغربي للتقاعد يوم السبت بالرباط النسخة الثانية من الأبواب المفتوحة الموجهة لفائدة المتقاعدين الجدد تحت شعار تقاعدكم التزامنا يستمر، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المنخرطين المقبلين على التقاعد وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات التي يوفرها الصندوق خلال هذه المرحلة الانتقالية. ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار حرص الصندوق على مواكبة المنخرطين وضمان انتقال سلس ومرن نحو مرحلة التقاعد من خلال توفير المعلومات الدقيقة والخدمات الرقمية التي تسهل المساطر وتختصر الوقت والجهد. وبهذه المناسبة أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد لطفي بوجندار أن هذه الأبواب المفتوحة تروم تعريف المنخرطين بالخدمات الجديدة التي يوفرها الصندوق، خاصة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الهاتفي وتطبيق واتساب، إضافة إلى مركز الاتصال وخدمة الاستقبال بالموعد. وأوضح السيد بوجندار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الصندوق يتوفر على مركز استقبال بالرباط وسلا وعدد من المندوبيات الجهوية التي تقدم نفس الخدمات، مبرزا أن نسخة هذه السنة تميزت بانفتاحها على مدن الدار البيضاء ومراكش ووجدة عبر لقاءات تواصلية متزامنة مع فعالية الرباط مع تأمين الرابط المباشر بينها. وأوضح مدير المؤسسة أن الصندوق سيطلق خدمات جديدة لفائدة المتقاعدين ابتداء من السنة 2026 عبر منصته الإلكترونية التي تم تطويرها لتلبية حاجياتهم، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات إضافية. وفي السياق نفسه أكدت رئيسة قطب الزبون خديجة الحديكي على أهمية تنظيم هذه الأبواب المفتوحة من حيث تعريف المنخرطين والمتقاعدين الجدد بباقة الخدمات والتسهيلات المتاحة لهم، وذلك عبر الإجابة على تساؤلاتهم والرد على استفساراتهم وفق مقاربة تفاعلية وتشاركية قوامها مواكبة هذه المرحلة الهامة من حياتهم بما يلزم من تدابير وإجراءات عملية. وأشارت السيدة الحديقي إلى أن الأبواب المفتوحة لهذه السنة تميزت على غرار النسخة الماضية بتخصيص فقرة من برنامجها لمواكبة ومصاحبة المتقاعدين الجدد من أجل استعدادهم بإيجابية لهذه المرحلة الجديدة من حياتهم. ومن جهتهم أجمع المنخرطون المقبلون على التقاعد ممن حضروا فعاليات هذه الأبواب المفتوحة في تصريحات مماثلة على أهمية مثل هذه اللقاءات في الإجابة على مختلف الأسئلة والهواجس التي تشغل بالهم قبل الإحالة على التقاعد، وكذا تدليل مجموع الصعاب التي قد تواجههم في هذه المرحلة الهامة من حياتهم. وهكذا قالت موظفة مقبلة على التقاعد بالمندوبية السامية للتخطيط: أنا سعيدة جدا بحضور هذه الأبواب المفتوحة، حيث وجدت أجوبة شافية على عدد من التساؤلات التي كانت تراودني. كما نوهت بالمجهودات الجبارة التي ما فتئ يقوم بها الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تقريب مختلف الخدمات من منخرطيه ومنخرطاته، وخاصة في الجانب المتصل بالرقمنة وأخذ مواعيد مسبقة، مما يوفر عناء التنقل ومشقة الانتظار على المتقاعدين الجدد في تتبع سير ملفات معاشاتهم. من جهته قال موظف آخر مقبل على التقاعد بقطاع الصحة: أنا محظوظ جدا بالمشاركة في فعاليات هذه الأبواب المفتوحة، حيث أتيحت لي فرصة اكتشاف خصوصيات حياة الموظف المتقاعد في علاقة مع الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره المخاطب الرئيسي لي ولكل المتقاعدين الجدد في هذه المرحلة. يذكر أن فعالية النسخة الثانية للأبواب المفتوحة للصندوق المغربي للتقاعد لفائدة المتقاعدين الجدد تميزت ببرنامج غني تضمن فقرات متنوعة توزعت بين كلمات ومداخلات تفاعلية وتقديم عروض مختلفة وعرض شريط مؤسساتي لاستراتيجية وحصيلة عمل الصندوق المغربي للتقاعد خلال الأعوام الأخيرة. كما شهدت هذه النسخة تقديم مجموعة من الكبسولات التوعوية التي تروم تحسيس المتقاعدين الجدد بمختلف الخدمات والتسهيلات العملية والرقمية التي يتيحها لهم الصندوق المغربي للتقاعد على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وعبر الموظفون المقبلون على التقاعد عن ارتياحهم لهذه المبادرة،
معتبرين أنها ساعدتهم على فهم الإجراءات والخدمات الرقمية التي تسهل تدبير ملفاتهم، خاصة خدمة المواعيد المسبقة والبوابة الإلكترونية التي تمكن من تتبع ملفاتهم. وفي خبر آخر، تسريبات اجتماع الحكومة والنقابات تشعل غضب المتقاعدين. أثارت ما سميت بالتسريبات المتداولة حول مخرجات اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي موجة غضب واسعة في صفوف المتقاعدين المدنيين، بعدما كشفت عن مقترحات وصفت بالمخيبة للآمال ولا تستجيب لمطالب هذه الفئة الاجتماعية. وعبرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب في بيان سنديد واستنكار عن تنديدها بما أسمته التماطل الحكومي المستمر في معالجة ملف المتقاعدين، معتبرة أن ما راجع عن الاجتماع يكرس سياسة التهميش والإقصاء في حق فئة تعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة. وانتقدت الهيئة ما سمته المقترحات الهزيلة المسربة، مؤكدة أنها لا ترتقي إلى الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة مع استمرار التشبث بسقف 1500 درهم كحد أدنى للمعاش، وهو ما اعتبرته غير قابل للنقاش في ظل الظروف الراهنة. وأدان البيان ربط الزيادة في المعاشات بملف إصلاح أنظمة التقاعد، حيث وصفت الهيئة هذا الربط بالشماعة التي تستعمل للتسويف والتمطيل غير المبرر في وقت يعيش فيه آلاف المتقاعدين أوضاعا قاسية. وسجل البيان أن هذه الفئة تواجه الارتفاع المهول لأسعار الذي طال كل المواد الأساسية والخدمات، إضافة إلى تآكل القدرة الشرائية بسبب نسب التضخم القياسية، ما أدى إلى تبخر القيمة الفعلية للمعاشات المجمدة منذ أكثر من 28 سنة تقريبا. وطالبت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب الحكومة وأطراف الحوار الاجتماعي بالزيادة الفورية والعادلة في كافة المعاشات دون استثناء، مع الرفع من الحد الأدنى إلى 3500 درهم كعتبة كرامة تتلائم مع الوضع الاقتصادي الحالي. ودعت الهيئة إلى فصل ملف الزيادة في المعاشات عن ملف الإصلاح الهيكلي لصناديق التقاعد، معتبرة أن المعيش اليومي للمتقاعد ورش مستعجل لا يحتمل التأجيل، إلى جانب المطالبة بتجويد الرعاية الاجتماعية والصحية وتعميم بطاقات تضمن الولوج إلى العلاج بجميع المؤسسات الاستشفائية.